تعالي معايا بقى وانا اقولك بربع كيلو لحمه ممكن تطلعي كميه برجر ما شاء الله عليها. انا عامله بربع كيلو لحمه 11 قطعه برجر، وكمان القطعه كانت كبيره يعني ممكن تصغري وتكتري في الكميه. بصوا بقى الجمال. وبعدين انسي بقى حته ان اول ما بنزل البرجر بتاعي في الطاسه بيكش مني. انسي الحته دي خالص. يلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. ولو بتشوفيني لاول مره ما تنسيش تعملي لي متابعه علشان يوصلك كل جديد. هنا جبت رغيفين عيش من الفينو زي ما انتوا شايفين وقطعته كده تقطيع عشوائي. وبعد كده قمت نازله عليه بربع كوبايه من اللبن، وبدات ابوش فيه كده واحده واحده لحد ما باش خالص. هسيبه بقى على جنب لحد ما اخلص اللحمه بتاعتي. هنا جبت ربع كيلو من اللحمه، حطيت عليها بصلايه صغيره مبشوره، بياض بيضه. حطيت عليها العيش اللي انا لسه عاملاه معاكم، اهم حاجه لو في لبن زياده تصفيه خالص. وميه البصل برضو لو فيها بصل، لو فيها ميه قصدي تصفيها خالص. بعد كده معلقتين كده كبار هرميين من البقسماط اللي احنا بنعمل بيه البانيه العادي. وتبلت بملح فلفل اسود وشويه من بهارات اللحمه، ونص كيس من بهارات البرجر بتاع ماجي. اخدت كل الكلام الجميل ده على الكبه بتاعتي. لو ما عندكيش كبه ممكن بايدك كده تتمي تعجني فيه لحد ما تلاقي ان كل المكونات دخلت مع بعض كويس. هنا لقيت ان لونه مفتح شويه فحطيت له معلقه كاتشب واحده. وبعد كده لقيت ان العجينه شويه لينه معايا، او مش لينه، بتلزق في الايد شويه. وقمت حاطه لها يا اما معلقه دقيق كبيره يا اما معلقه بقسماط. بس انا البقسماط ما كانش موجود عندي يعني كان خلاص. اخدت بقى العجينه بتاعتي كده كلها تقعد مثلا لمدة من 10 لربع ساعة كده في التلاجة. وبعد كده أحضر الصوص معاكم. الصوص ده عبارة عن 3 معالق كبيرة من الكاتشب، عليهم معلقتين مايونيز. ممكن لو عندك مستردة تحطي عليه، لكن أنا بصراحة ما كانش عندي. وبعد كده قمت جايبه عجينه البرجر، وقمت كده واخده قطعه كده منها صغيره. انت شايفه العجينه بشدها معاكي تحسي ان الانسجه متداخله في بعضها. هو ده المطلوب. اخدت بقى اي غطا من عندك، تجيبي اي غطا من عندك وتفتحي كيس تلاجة. لو ما عندكيش كيس تلاجة يبقى الكيس الابيض العادي اللي احنا بنشتري بيه، بنجيب بيه الخضار من بره، بس اهم حاجه يكون نضيف. بعد كده قمت واخده قطعه كده من العجينه وقمت فرداها ما بين الكيسين دول. وفي الغطا بتاع اي حاجه عندك، غطا برطمان، غطا علبه، اي حاجه، المهم حاجه تكون مدوره. وبعد كده قمت فردة كده بالراحة. واحنا طبعا عايزين نعمل الشكل بتاع المكبس، هعمل ايه؟ قمت جايبة كده ظهر السكينة وقمت مخططة بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما هتشوفوا معايا. انا بعد كده يعني حبيت ان انا استخدم المعلقة احسن ما استخدم ايدي. هخلص الكمية بتاعتي كلها ان شاء الله معاكم، وبعد كده هحطها يعني تريح او تمسك في التلاجة برضو من ربع ساعة ل10 دقايق. عايزة اوريكم انا عملت كام قطعة. عاملة 11 قطعة، وما شاء الله القطعة كانت كبيرة مش صغيرة. يعني انتي ممكن زي ما قلت لك تصغري قطعة، وفي نفس الوقت هتطلع معاكي كمية اكتر. بصوا ما شاء الله. حطيته بقى في التلاجة مثلا لمدة نص ساعة كده لحد ما تجهزي الادوات بتاعته. هنا جبت 3 طماطمات وقطعتهم حلقات كده زي ما انتوا شايفين. وجبت برضو بصلتين وهقطعهم حلقات. ما تنسيش لو وصلتي معايا لحد هنا، ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتعملي لي متابعة لو انتي مش عندي على الصفحة. عاوزة اقول للناس اللي قالت لي البلانشة بتاعتك انتي بتقطعي عليها لحمة وفي نفس الوقت بتقطعي عليها خضار. عاوزة اقول لك ان انا البلانشة دي بعد ما بقطع عليها اللحمة خالص بعملها معاملة تانية خالص. يعني عايزة اقول لك ان انا بعد كده بجيب كربونات وبجيب ليمون وبجيب خل وبتم ادعك فيها كويس جدا. مش شرط ان انا بقطع عليها كده واقطع عليها خضار يبقى ان انا مهملة فيها مثلا، او ان هي بسيبها كده او بغسلها غسيل عادي، لا خالص. انا باخدها بدعكها بليمونية بشوية كربونات وشوية خل، وبتروح بعد كده زي الفل. والمفروض اي بلانش عندك حتى لو بتقطعي عليها خضار بس، ان انت تعمليها المعامله دي على الاقل كل اسبوع. وقبل كده تقريبا كنت منزله الفيديو معاكم. بصوا هنا بقى جبت طاسه اكرمل فيها البصل وحطيت فيها حته زبده وكرملت فيها البصل. والطاسه التانية بعمل فيها البرجر. وطبعا انت شايفه لون البرجر عامل ازاي، في منتهى الجمال. وكمان القطعه ما كشتش زي ما قلت لكم، يعني انت حطيتيها بحجمها، هو حجمها اللي شلتيه بيها. هنا بقى في نفس الطاسة بتاعة البرجر قمت محمصة كده العيش الكايزر بتاعي، واحد في التاني يا دوبك، بس ايه تحميصة كده ان هو يسخن. وتقلبي على الجنب التاني يبقى كده خلصنا الكمية. يلا بينا بقى نجمع السندوتش القمر ده مع بعض. جبت الصوص بتاعي وحطيته كده دهنته من تحت. واي رصه بقى انت حباها، ممكن تحطي بصل، ممكن تحطي خس، وتحطي طماطم شرايح زي ما شفتي. وتحطي برضو شويه من الكاتشب او شويه من الصوص اللي احنا عملناه ده في العيش اللي تحت والعيش اللي فوق. عاوزه اقول لكم طعمه خطير. لا بجد والله طعمه خطير يعني في منتهى الجمال. انا عاوزه اقول لكم وانا بصور كده عيالي بقوا ياخدوا كده سندوتش ويطلعوا يجروا. طب اصبروا، لا بقوا ياخدوا السندوتش كده ويطلعوا يجروا. حاجه كده بجد في منتهى الجمال، جربيه.
مش عايزة أقول لِك إن الحاجة ما بقتش مكلفة والله لأ، الحاجة بقت مكلفة، بس إحنا على قد ما بنقدر بنحاول إن إحنا نكتّر في الحاجة، أو نخلّي الحاجة ما شاء الله معانا كتير إن هي يعني بربع كيلو لحمة هناكل إن شاء الله وهنشبع، وبجد أكلنا وشبعنا بجد كانت وصفة حلوة أوي، وبصراحة كنت أول مرّة أعمل البرجر في البيت وكان طعمه في منتهى الجمال، يعني أنتم جرّبوا الوصفة وإن شاء الله مش هتندموا، مع السلامة.